مستر. حبيب المستر. مطلوب مننا حاجات كتيرة يا مستر، بس ما بلاقيش وقت اخلصهم فيه. يعني التاسكات والمهام اللي عندك كتير جدا، واليوم بيتقتل من بيروح منك، صح؟ قول حاجتين هناخدها بقى شقين. الشق الاولاني المهام كتير، والشق التاني اليوم ما فيهوش بركه، صح ولا لا؟ طيب، اول حاجه، ازاي هاو تو ميك ذا تايم، ازاي ان انت تعرف تصنع الوقت. بدليل ان في ناس بتحكم وزارات وبتحكم متحده وبتحكم وعندهم عيال وعندهم تاسكات قدك 20 مليون مره وقدي وقدك، وهم بيتعاملوا بنفس ال 24 ساعه. خلي عندنا القناعه دي. يبقى المشكله فينا احنا، ان احنا ما بنعرفش ندير وقتنا كويس وما بنعرفش نستغل اليوم كويس. كده الكلام مقنع؟ مظبوط، تمام جدا. طيب، اول حاجه، هو طبعا الموضوع متشعب جدا، بس انا هكلمك على الايه، التايم كيلرز، قاتلات الوقت. ايه اللي بيخلي اليوم ما فيهوش بركه؟ ما انت تسال نفسك، ما هم نفس ال 24 ساعه. اول حاجه، فضول النوم، نوم زياده. انت اصلا من 6 ساعات 7 ساعات يقوموا لك اليوم ويخلوك فايق وتبقى زي الفل. اقل من كده مش هتبقى فايق. ففضول النوم، يبقى انت حرقت لك ساعتين زياده او 3 ساعات زياده تاكلوا في النوم، كان زمانك عملت فيهم حاجه، صح ولا لا؟ تاني حاجه، فضول الكلام. يعني انت عمال تتكلم في التليفون مع صاحبك وانتوا الاتنين بتحكوا حصة مستر توفيق اللي انتوا الاتنين حضرتوها، فانا مش فاهمك. شفت ساعة ما المستر قال كذا؟ خدت بالك لما مش عارف مين اللي اتطرد؟ فده فضول كلام، كان زمانك عملت حاجة. قبل الحصة لو انت رايح درس بتقعد تتكلم مع اصحابك ساعة وبعدها بتتكلم ساعة، فضول الكلام. تالت حاجة، النزول للدروس عمال على بطال. ممكن حاجات تقدر تاخدها اونلاين وتوفر وقت كبير جدا وطاقه كبيره جدا، بدل ساعه رايح وساعه جاي وساعه كذا. لو الشروط اللي قلناها قبل كده مستوفاه، يبقى ممكن تاخد الماده اونلاين، فبالتالي هتوفر وقت رايح جاي، هتوفر وقت رهيب بدل ساعه راح، وتقدر تعمل فيها حاجات من اللي وراك، التاسكات كتير اللي انت بتقولها. رابع حاجه، اعتمادك في المذاكره على الكوانتيتي مش الكواليتي. قول لي ازاي؟ بتعتمد على سياسة الكم مش الكيف، فبتحرق بنزين جامد على الفاضي، قاعد تحل 150 مسألة هم كلهم نفس الفكرة، عشان بس تكتب في رصيدك ان انا حليت النهاردة 150 مسألة، وترضي نفسك وترضي والدك، وهو اساسا ايه الموضوع مش ماشي كده يا صاحبي. احنا عاوزين الكواليتي مش عاوزين الكم. خامس حاجة، الطريقة الغلط للمذاكرة بتحرق منك بنزين على الفاضي. لو انت عمال بتذاكر بطريقة غلط، بطريقة غير تفاعلية زي اللي هنتكلم عليها في فيديو تاني، فانت بالتالي بتقعد تذاكر فترات طويلة جدا جدا في حاجة. لو واحد بيعرف يدير وقته كويس ويعرف يذاكر بطريقة محترمة، الحاجة من نص ساعة بتاخد منك ساعة ونص وساعتين، فده بيقتل منك الوقت، كان زمانك انجزت. سادس او سابع حاجة، انا مش عارف وصلنا لكام، عدم استغلال الاوقات البينيه، واتكلمنا فيها قبل كده، ان انت عندك بين الدرسين نص ساعه، وهنا تلت ساعه وربع ساعه ونص ساعه وساعه ونص، كلهم محروقين، وقاعد تستنى مش عارف دورك في ايه، فضاع منك ساعه، وقاعد مستني عشان على ما التاكسي يجي لك ولا السواق يجي لك، ضاع منك نص ساعه. طب جمعهم في اليوم هيطلعوا معاك 5 6 ساعات. لو انت عامل تو دو ليست محترمه، يبقى انت من بدري هتكون النص ساعه دي هخلص فيها كذا، الربع ساعه دي هخلص فيها كذا، في حاجه مش محتاجه اكتر من ربع ساعه، شويه تشوز في الواجب هتروح مخلصهم. فيديو مستر توفيق 17 دقيقه هيخلصوا وانا راكب الميكروباص. فاهم الفكره ازاي؟ فالاوقات البينيه مش مستغله، فدي كلها تايم كيلرز، بتقتل الوقت، بتموت الوقت معايا. ايه كمان واحنا في فتره المراهقه يا حلوين؟ السرحان، عدم التركيز. بتقرا الصفحه تقوم بادئ، توصل للسطر الخامس تلاقيك ما كنتش موجود تقوم راجع من الاول، توصل للسطر السادس تلاقيك ما كنتش موجود، سرحت. ممكن سرحت في حاجه مشروعه او غير مشروعه. انت سرحت، يا ترى انا هجيب مجموع كويس ولا لا، يا ترى اهلي هيرضوا عني ولا لا، يا ترى الحته هترضى عني ولا لا. انت فهمت ازاي؟ الحته اللي هي المنطقه اللي انا عايش فيها. ف ده كله السرحان ده، الحاجه ام ساعه هتاخد ساعتين وثلاثه واربعه، صح ولا لا؟ في حاجات تانية كتير لسه اكلمك عنها. خلينا نتكلم في مرة تانية عن باقي الحاجات اللي ممكن تعمل لي وقت. لكن الكام حاجة اللي انا قلتهم دول لو جيت حسبتهم هتبص تلاقي اليوم بقى حصل فيه بركة جامدة جدا. خلينا اضيف لك حاجة اتكلمت فيها وانا مصر عليها، ان الناجحين اللي في العالم مؤسسات وافراد ودول بيناموا بدري وبيصحوا بدري. البركة كلها من اول الساعة اللي قبل الفجر لحد الصبح، دي بتنتج فيها انتاج غير عادي.
انتاج غير عادي. ولو انت حطيت تو دو ليست كويسه وما ضيعتش وقتك وما اهدرتش طاقتك في ان انت تقعد تضيع وقت جامد، هتبص تلاقي ان انت عملت تاسكات مذهله بالنسبه لك. الكلام ده خلص امتى؟ ما تعرفش خلص امتى، بس عشان خدت بركه اليوم من الاول بنشاطه بالخير اللي بيكون فيه. والى لقاء اخر ان شاء الله.